بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، السلام عليكم. سالفتنا اليوم عن الحق والباطل. الحق والباطل يقولون بسنة من السنين الحق كتله جوع، حيل كتله جوع، تبهذل وتمرض وصارت فيه مصايب، صار فيه فقر دم من سوء التغذية، وجهه أصفر خرب بيت علي، ملابسه مشققة وبالضيم حاله، ما ياخذ رشاوي ولا عمولات ولا عنده شركات صيرفة، حق بعد غير حق. فاليوم قاعد يمشي بالسوق وعينه على الفواكه واللحم والحلويات والملابس التركية، ومثل اليتيم متيهم مدى معته تلجلج بعينه، لا يقدر يشتري ولا يقدر ما يباوع. بهالأثناء اجى موكب سيارات مظللة، حمايات مطلعين بنادقهم من السيارات يرمون على الوادم، سيارات شرطة مونيكات، وبالك ما بالك الدنيا احترقت. وصل الموكب يم صاحبنا الحق ووقف، وكان ينزل الباطل، لابس ذاك القاط ذاك الرباط والعطر ارماني اصلي والحمايات داير ما دايره. اجى للحق سلم علي، شلونك؟ شخبارك؟ وين ما وين ما نشوفك هالايام. قال له والله انا موجود بس ما علي سحب هالايام، ما حد يريدني بعد، الناس عافوني وتبعوك. قال له زين، ما دام الناس عافتك وتبعتني ليش ما تبطل من سالفة الحق والحقوق وتصير وياي، وانا ادللك دلال، اشبعك افادات، اعين قرايبك، اوظف حبايبك، امشيك على دولارات، اسوي لك راتب مال عضو برلمان. قال له لا، انا حق، شلون اصير ويا الباطل؟ قال له زين، انت مبين عليك كاتلك الجوع واليوم اريد اغديك على حسابي، انا ما اريدك تموت، انا بدونك كم ما اسوى شيء، فلازم نظل وتظل عدل حتى نتصارع، اذا متت ويا من بعد تعارك. قال له والله اذا بيها غدا انا ما اقول لا. الباطل اخذ صاحبنا الحق المطعم، بس مو مطعم، طاق درجة ممتازة والاكل انواع ما لذ وطاب. الباطل صح على بالمطعم، قال له ايش عندك اكل؟ نزل عقوز، سمك، دجاج، تشريب، دول مدليمية، حلويات انواع، العصاير من هاي الزينة. الحق قام ياكل بس مو اكل مال مهروش وطاح بكروش، نسف الميز نسف. نزله وجبة ثانية هم ساق عليها، الثالثة الرابعة شبع صاحبنا الحق، غسلوا وديهم اجوا لابو المطعم يحاسبون. الباطل وقف يمه بالمطعم، قال له اعطيني الباقي. ابو المطعم قال له عمي يا باقي، انت ما حاسبتنا حتى ارجع لك الباقي. قال له تكذبني، تو نطيتك 500,000 وانت حسابك 200 فرجعت 300. قال له عمي صديق كذب، ما اعطيتني. الباطل التفت على جماعته قال لهم اعطيته لو لا؟ قالوا له شلون ما اعطيته؟ من جيدك طلعت 500,000 حمر ودفعت بعيوننا هاي اللي ياكلهن التراب شفنا. هذا بالمطعم انصدم، قال عمي الله اكبر، الدنيا كلها صارت باطل، بعد ماكو انصاف، ماكو عداله، ماكو حق. فالحق لزمه من كتفه. قال له عمي الحق موجود، بس الحق بطنا ترسى الثريد بعد ما يقدر يحكي، ده رجع له الباقي احسن لك. قواتنا الامنيه وابطال الحشد الشعبي نزفوا دم وقدموا شهداء، وبهذا البرد اللي يقتل قاتلوا داعش وحرروا اراضي دياله من عصابات البعث الاسرائيليه الداعشيه. صولات وجولات لابطالنا بالمقداديه ونواحيها، لقنوا الدواعش دروس بالتضحيه الحسينيه والاباء العلوي. ابطال زلزلوا الارض تحت اقدام عملاء اسرائيل وامريكا، ترسوا الارض بجثثهم وخلوها طعم للكلاب السائبه. هذا الانتصار الكبير المعفر بدماء شبابنا اغاظ انصار داعش من السياسيين المتبرقعين ببرقع الوطنيه، والوطنيه ابعد ما تكون عنهم. انصار داعش وهم مولي داعش اللي في قلب الدوله العراقيه ومؤسساتها، بعد ان شافوا سواعد ابطالنا ترفع شارة النصر والكبرياء، رجعوا لنفس اسلوبهم بالكذب
والتدليس والافتراء على أبطال الحشد الشعبي. رجعوا لنفس قصصهم. ميليشيات الحشد قتلت المواطنين السنة، الميليشيات الشيعية حرقت بيوت السنة، الميليشيات الشيعية خربت مزارع السنة، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية السنة، وعلى الأمم المتحدة حماية السنة من الميليشيات الشيعية. من هذا الحكي اللي تعودنا أن نسمعه بعد كل انتصار يحققون أبطالنا، لدرجة أنه أبطال الحشد الشعبي وهم بسواتر القتال يتساءلون عن الاتهامات الجديدة اللي راح يلصقها بهم السياسيين الدواعش بعد انتهاء المعركة وحسمها صالحهم. اللعبة مكشوفة ومعروفة. ننتصر في قاطع، يطلعون السياسيين الدواعش واقفين ورا الميكروفونات وتبدي قصصهم واتهاماتهم واخبارهم المفبركة. والحشد الشعبي سوى والحشد الشعبي فعل. انا ما لوم السياسيين الدواعش، ما لومهم، يدافعون عن جماعتهم بنص بغداد قاعدين ويدافعون بدون خوف. جماعتنا وينهم؟ لا حس لا نفس. ما حد طلع وقال لهم عمي وقفوا. شو انتم من تتفجر حسينياتنا ومدارسنا وشوارعنا واسواقنا ومراقدنا المقدسة تضربونها سكتة ولا تفقون حلوكم؟ ايش كم 3 آدامي وايش كم 4 آدامي وايش كم ايام دامية مرت علينا وما سمعنا لكم صوت، ما شفناكم تطالبون المجتمع الدولي بتجريم داعش والقاعدة والبعث، بل شفناكم على العكس من ذلك تروحون للاتحاد الأوروبي وتقعدون بمؤتمراته تتهموننا بانتهاك حقوق الإنسان. تتذكرون من راح للاتحاد الأوروبي لو نسيته؟ هو ترى نفسه اللي صار، هذا اللي هو نفسه اللي مملخ روحه الايام امام الكاميرات. الحشد قتل والحشد حرق. الباطل يحكي وبعالي صوته والحق ساكت لان بطنا انترست حرام. واحدهم صار مثل شريف الصوف بس منسدح لا يهش ولا ينش ونايم يا شريف الصوف، نايم والذيابة تحوف والحدمن إلها حد لو لا. هذا انسداحكم الوطني إلى نهاية لو لا. الأكراد عينك يأخذون نفطاتنا وأنتم منسدحين. الجماعة ولدنا يروحون يحررون مناطقهم من داعش ويضحون بأرواحهم ويطلعون بالتلفزيونات يقولون الشيعة قتلونا وانتهكوا حقوقنا. مو داعش ذبحتهم وسبت نسوانهم، لا، الميليشيات الشيعية. وأنتم منسدحين نايمين على وجوهكم. قلونا اكو شي ببطونكم، فهمونا انه الطرقاع الاكبر هو منسدح وماخذ راحته ويريدك تنسدح وياه. لا هو اللي يحكي ولا خليك تحكي، لا اعطيك ولا خليك تجدي. شخصية سياسية كبيرة يودي لي رسالة بالجماعة يقول هالايام كلامك صار قوي وبخطورة على اللحمة الوطنية، غير من اسلوبك. انا لا اشكل خطورة على اللحمة الوطنية، انا مو الاكراد اللي يسرقون نفط العراق عينك ويفرهدون الموازنة، مو الجماعة اللي يروحون ولدنا يروحونهم ويحررون مناطقهم ويذبحونهم، مو ذول اللي يشكلون خطورة. انا اللي اشكل خطورة. ذولي ما يشكلون خطر على اللحمة الوطنية. اللي يشكل خطر على اللحمة الوطنية اللي يقول من خناجر الارهاب وسيوف التكفير واحزمة البعث الناسفة، اللي يقول ليش تذبحوننا، اللي قال عفى الله عن المقابر الجماعية وسجون ابو غريب والرضوانية. هذا اللي يشكل خطر على الشحمة الوطنية. ما ادري شحمة ما ادري لحمة. ليش انا مطلوب مني ان اذبح واقتل وتسرق ثرواتي وان اسكت وانسدح وما فك حلقي؟ ليش اطفال البصرة غارقين بالفقر والجوع والحرمان والامراض تنهش باجسادهم، واولاد مسعود وغير مسعود يتنعمون بخيرات البصرة بمنتجعات اوروبا؟ ليش؟ ورث مال خلفهم. قلتوا تغيير بس ما قلت انسداح. يا انسداحنا الوطني الشارع يفور، نظفوا بطونكم بلكي يرجع الصوت للحق وبلكي يقوم يطالب. وفي مال الله.